أنا عندي 20 سنة ولسه ولا حاجة حصلت في حياتي، كل يوم يعدي وأنا مكاني. في اللحظة اللي أنت بتفكر فيها كده في حد غيرك بيبني كل يوم 1%. بعد سنة فرق بسيط، بعد 5 سنين ده شخص تاني تماما. قانون ال5 سنين مش سر سحري، لكنه من أكتر المفاتيح اللي غيرت حياة ناس كتير جدا، وأنت ممكن تكون واحد منهم لو فهمته وطبقته صح. في الفيديو ده هتفهم الفكرة دي بالتفصيل، وهقولك إزاي تبدأ النهاردة. الجزء الأول، يعني إيه قانون ال5 سنين؟ هو ببساطة أي عادة أو مهارة أو مشروع لو خصصت له وقت ثابت يوميا لمدة 5 سنين هتكون في قمة الفئة اللي شغال عليه. وده مش كلام تحفيزي، يعني مثلا لو عايز تتعلم لغة ساعة يوميا لمدة 5 سنين يعني 1825 ساعة عشان توصل لمستوى C1 بسهولة. لو عايز تتمرن مثلا 3 أيام في الأسبوع لمدة 5 سنين، جسم رياضي وجهاز عصبي قوي وثقة أعلى. لو عايز تعمل محتوى على اليوتيوب فيديو كل أسبوع لمدة 5 سنين يعني 260 فيديو، ده بيساوي جمهور ضخم زائد احتراف مهارة الإنتاج. الجزء التاني، ليه الناس ما بتكملش؟ السبب الأول الشخص المستعجل عايز نتيجة في أسبوعين، والنجاح عمره ما كان كده. السبب التاني المقارنة، بيشوف غيره سبق فيكتئب ويسيب كل حد بيقارن نفسه بيه. السبب التالت وهم الإنجاز اللحظي، بتشتغل على 6 حاجات في وقت واحد وما بتكملش أي حاجة. الجزء التالت هنتكلم عن تأثير التراكم. 1% تحسن يوميا بيساوي 37 ضعف بعد سنة واحدة. 1% تراجع يوميا انهيار تام بعد سنة. مثال عملي، شاب اسمه ياسر قرر يتعلم تسويق رقمي كل يوم ساعة. في أول شهر مفيش فرق كبير، بعد 3 شهور بدأ يشتغل في موقع بسيط، بعد سنة بقى فريلانسر، بعد 5 سنين عنده شركته الخاصة. المثال ده بيوضح الخط الزمني لياسر اللي بيبنى تدريجيا مع تقدم شكله وحياته. الجزء الرابع، خطة ال5 سنين بالتفصيل. اختار مجال واحد، اسأل نفسك ايه الحاجة اللي لو نجحت فيها هتفرق لي جدا؟ لغة، مهارة، مشروع، تبني جسم، تعمل فلوس، شهرة، تتعلم. اجمع مصادر التعلم، كتب، كورسات، فيديوهات، ناس خبرة. ما تشتتش نفسك كل يوم في مصدر مختلف. 3. اعمل خطة شهرية أو أسبوعية، ما تعملش خطة عملاقة، خليك بسيط وثابت. مثال 4 أهداف شهرية فقط في 12 بيساوي 48 خطوة قوية في السنة. 4. وثق تقدمك حتى لو صفحة يومية، فايدة التوثيق بتشوف إنك ماشي فعلا ودي أقوى محفز. 5. امنع 3 حاجات، المقارنة، الكسل المؤجل، فكرة أنا مش مستعد. 6. ابني مجتمع دعم، اتكلم مع حد عايز يتطور، تابع ناس بتحفزك، ما تخليش دماغك تعيش لوحدها. الجزء الخامس، العقبات النفسية في الطريق. 1. الشك في النفس، أنا مش قد كده، ده صوت داخلي كاذب جايلك من تجارب زمان. 2. الشعور بالبطء، كل الناس بتحس إنها بطيئة، بس السؤال الحقيقي هل أنا ثابت في الاتجاه؟ رقم 3. فقدان الحماس، الحماس بيروح بس العادة بتكمل الحماس للانطلاق مش للاستمرار. الجزء السادس، ازاي تفضل مستمر. اربط التغيير بهوية، مش انا بقرأ، انا قارئ، مش انا بلعب رياضة، انا رياضي. لما تربط السلوك بالهوية الاستمرارية بتزيد. كافئ نفسك على التقدم مش على الكمال. وصلت ل20 تمرين احتفل، خلصت كتاب افرح بيه، كتبت 5 صفحات دون ده. واخيرا انت النهاردة ممكن تبص لنفسك وتحس انك تايه او فاضي او ما عملتش حاجة، بس لو بدأت النهاردة بخطوة بسيطة وجيت بعد 5 سنين تبص ورا هتقول لنفسك جملة واحدة: الحمد لله اني ما استسلمتش.